ممكن يكون عامل كبير في انه يضيع حاجات كتير من ايدك لمجرد انك خفت تاخد قرار معين في لحظة معينة، وده وانت انسان طبيعي. ما بالك بقى مدرب ماسك فرقة فيها 22 لعيب، وكل لعيب عنده مميزاته وعيوبه، والمفروض انك تاخد قرار بانك تنزل لعيب معين في وقت معين عشان انت شايف ان ده صح. بس لو ما طلعتش صح، تفتكر الناس هترحمك؟ اكيد لا، وهتلاقي عليك شتايم وحملات وهاشتاجات. وده كله ليه؟ لمجرد انك نزلت لعيب مكان لعيب. وده اكيد في وجهة نظرك التدريبية صح، بس العين الطبيعية هتشوفه انه غلط. طيب انت لو حطيت نفسك مكان المدرب ده، تفتكر هتعمل نفس التبديل اللي هو كان هيعمله، ولا هتعمل تبديل تاني؟ ممكن تقولي انك هتعمل تبديل تاني عادي، بس كفاية الغاز لحد كده. وتعالى نمسكها واحدة واحدة. انت اكيد فاكر اللي حصل في افريقيا اللي فاتت، وشفت ازاي كابتن حسام حسن كان بيعامل لعيبته. وانت اكيد لاحظت ان ده احسن مدرب جه على منتخب مصر من فترة، ممكن من الناحية التكتيكية او من الناحية النفسية. واكيد لاحظت برضه ان هو كل ماتش، ان كل ما ياخد قرار جديد الناس تقوم عليه وتقول ان ده كان قرار غلط. واشهر قرار انت هتبقى فاكره التبديل بتاع مصطفى محمد، لما كان بينزل مصطفى محمد في اخر الدقايق ولكنه بيضيع بيه وقت. مصطفى محمد اللي نقدر نقول عليه عنده امكانيات كبيرة وسط لعيبة منتخب مصر الباقيين، وكان هيفرق في ماتشات كتير لو لعب اساسي. بس هل الكلام اللي احنا بنقوله ده صح؟ يعني تفتكر لو كان سمع كلام الناس ونزل مصطفى محمد اساسي في ماتشات كتير وما اشتغلش، الناس كانت هتسكت على القرار ده وتسيبه في حاله؟ طب سيبك من الناس، الاعلام كان هيسيبه في حاله؟ انا وانت عارفين انه اكيد لا، عشان في كل الحالات انت كمدرب منتخب مصر مش هتسلم من كلام الناس في كل الاحوال، عشان المشجع المصري ناقد بطبعه. يعني حتى لو كسبت ماتش هتلاقي في بعض الناس تطلع تقولك انت كان المفروض تبدل كذا بكذا ونكسب سكور، مع انك راجل كسبان عادي بس هو عايز يكسب سكور. انت ممكن تيجي تقولي معلش يعني ما هي دي مهنته كمدرب، واي مدرب في العالم بيتعرض للضغوطات طول الوقت. هقول لك حلو، بس تفتكر اي مدرب في العالم ممكن الجماهير بعد ما الماتش يخلص تشتمه بامه وتشير في صور اهل بيته ويكتبوا عليها كلام محدش بيقبله؟ واتوقع لا، ده ما بيحصلش في دول كتير بره، لان بره قوانين الكوره شديده شويه عشان تحفظ للعيبه والمدربين وكل الفئه العامله في المجال الكروي حقوقهم. فكل الحاجات اللي قلتها لك دي بتبقى متخزنه في نفسيه اي مدرب، وتقدر تقول ان هو اي مدرب محلي يعني في الدول العربيه اكتر من بره. مع ان لو جيت بصيت هتلاقي ان جزء كبير جدا من الغلط ما بيبقاش على المدرب لوحده، بس برضه في الاول وفي الاخر المدرب بيبقى الامر الناهي في الفريق اللي بيدربه او المنتخب، واي لعيب بيقول عليه بيحضر، وكل متطلباته مجابه، وكل اوامره بتتنفذ على طول. فممكن تقول ان اللوم اللي بيجي عليه بسبب المميزات اللي عنده، وانه ما قدرش يستغل المميزات دي كويس. واللوم الكتير ده طبعا بيوصل المدرب لضغط نفسي شديد، وده بيأثر على اي قرار ياخده، وطول الوقت حاطط في دماغه ان لو خد قرار لا الاعلام هيرحمه ولا الناس هترحمه. بس برضه ما نقدرش نقول ان اي مدرب بيخاف ياخد القرار عشان الناس. في مدربين كتير جبنة بطبعهم، زي ارتيتا مثلا اللي ضيع من نفسه دوري وهيضيع التاني بسبب انه خايف ياخد قرار، وهو راجل معاه واحد من اقوى سكوادات العالم حاليا ومتصدر الدوري الانجليزي. فواحد زي ده بيبقى عايز ايه تاني عشان ياخد قرار؟ فالمدربين اشكال وانواع، مش كله عنده الخبرة التكتيكية الكافية انه ياخد القرار الصح. بس في الاول وفي الاخر انت كمدرب المفروض تكون شجاع في قراراتك، عشان قراراتك هي اللي بتحرك الماتش. واقرب مثال للمدرب اللي ما بيخافش ياخد قراراته هو مدرب السنغال بابي سياو، لما قال للاعيبته تنسحب من النهائي بتاع افريقيا لمجرد انه حس انه اتظلم من التحكيم. وانت اكيد شفت ان قرار زي ده ازاي هز المنتخب المغربي كله، عشان هو لو كان انسحب والمغرب خدت الكاس كانت هتبقى فضيحة للمغرب كدولة قبل ما تكون للمنتخب، مع انهم ممكن يكونوا ما عملوش حاجة. بس انت شفت ازاي قرار مدرب وشجاعته يقدر يغير مسار ماتش كامل. وقراره ده خلى السنغال بعد حوارات جانبية كتير ترجع تاني تلعب الماتش، يصدوا ضربة الجزاء وياخدوا افريقيا في سيناريو مش متوقع خالص. مع ان اي مدرب غيره ما كانش هياخد القرار ده، وكان هيخاف بقى سواء من اتحاد الكرة والعقوبات او من الناس، لان اكيد فئة كبيرة من مشجعين منتخب السنغال ما كانش عاجبهم القرار. بس هو خد الريسك ومشي عكس التيار، وده خلى الناس كلها تشهد بشجاعته وبقراراته شبه الموزونة في وقت صعب زي ده. وفي الاخر حابب اقول لك انت كمشجع ان المدرب عليه جزء كبير من الغلط، بس حاول تفهم الصورة صح وتشوف ان غلطه بيبقى جزء صغير مش كبير زي ما الاعلام الرياضي بيظهره. وافتكر ان الاعلام الرياضي بشكل عام بيمشي مع الاغلبية وبيقولك اللي انت عايز تسمعه عشان الناس تقعد تشارع على التيك توك والانستا، وده اكل عيشهم في الاخر. وافتكر في الاول وفي الاخر انها كورة، بلاش تكون سبب اذية لحد بكلامك على حاجة في الاول وفي الاخر مش هتنفعك، وانت فاهم قصدي كويس. وبس كده.